في ذكرى وفاته سمير غانم شرير لم يحب نفسه في منتصف الليل. يعد الفنان الراحل سمير غانم أيقونة لفن الكوميديا اللي أضحكت الأجيال وتركت بصمة خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي. وتحل ذكرى رحيل الفنان سمير غانم عن عالمنا اليوم الثلاثاء، حيث توفي في 20 مايو سنة 2021 عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث رقد على إثرها 20 يوم في إحدى مستشفيات القاهرة. واستطاع الفنان الكوميدي الراحل من خلال مسيرة فنية كاملة أن يخلق لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير بفضل خفة ظله وروح الدعابة التي يتمتع بها. امتدت مسيرة سمير غانم لسنوات قدم فيها العديد من الأعمال التي تركت بصمة قوية في ذاكرة الجمهور، ولكن كما هو الحال مع بعض نجوم الفن لم تكن كل أعماله على نفس الدرجة من الرضا الشعبي أو النجاح الجماهيري الكبير. وندم سمير غانم على تقديم 3 أفلام له من 150 عمل فني، ويعود سبب هذا الندم إلى عدم رضاه عن أدائه والظروف القاسية التي صاحبت تلك الأعمال. وكشف الفنان الراحل الذي اشتهر بصمورة في العديد من اللقاءات التلفزيونية أن ندمه على تلك الأعمال. ففي لقاء له في برنامج مصارحة حرة قال: ندمت على 3 أفلام من 150 فيلم اللي هم التراجيدي، أقنعوني ساعتها إني أمثل تراجيدي وأقول يا إخوانا التراجيدي بالهبل اللي بيبكوا الناس بالهبل. ومن الافلام دي الرجل الذي عطس، هو عجب ناس لكن هو كان من الدراما قوي، وانا بمثل بالفيلم ده بكيت عينيا دمعت لكن الضحك صعب. وفي لقاء اخر للفنان سمير غانم مع الاعلام عمرو الليثي قال: عملت دور الشر والناس لم تقبله مني في فيلم مكالمة بعد منتصف الليل، وندمت بعدين على تقديمه ولن أقدم هذه التجربة مرة أخرى. والرجل الذي عطس عرض لأول مرة سنة 85، وهو من بطولة سمير غانم وليلى علوي وأحمد بدير وحسن مصطفى ومصطفى العاوي.